السلام عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيدين ان شاء الله يا ربي. كما شفتوا اليوم اللهم لك الحمد، البارح الخميس ضربت الشتاء. اليوم راه كاينه الجمعه، اليوم الجمعه وراه كاين الجو شويه مغيم. دابا عاد كان شويه ديال الشرقي راه طلع، راه هو فين زميلكم، راه هو دابا عاد كان هنايا، كان في هاد الجهه. المهم جيت اليوم نشارك معكم، جيت غادي نخلع شويه ديال البقوله نطيبوها ان شاء الله، حيت غادي تجي الثلج وغادي يبس. بغينا نقلعو شي حاجه وناكلوه، ما عرفت واش غنجيب من هاد الجهه هادي. غادي نقلع من هادي، جبت لي هادي راه مختاره، دات منها الوالده. نشوف هاد الجهه هادي ولا هاديك الجهه. المهم غادي نقلعو شويه ديال البقوله ان شاء الله يا ربي، وغادي نديرو شي طبسيل ديال البقوله ولا شي طاجين. حنا كنديرو في الطبسيل. وقيله غادي نقلع من هادي، جاب لي الله. المهم غادي نقلع شويه ديال البقوله من هادي. المهم غادي ندي من هنا ولا من هيه ناش ما كان. المهم بدي ندير شي طبسيل حيت غضرب، غيجي الثلج وغادي يبس. بسم الله. ما عنديش اللي شد ليا التليفون باش نزول. بسم الله. كندور على فين غادي نقلع. وقيلا خليت البلاصه اللي فيها مزيان وجيت لهنا. نشوف هذا، نشوف هذا. المهم غادي نقلع بحال هكا وغنمشي للدار. غادي نختار غير الورق بحال هادو مزيانين، يعني بحال هادو. ونحيد البقوله هادي بوحدها، نختار غير الورق بحال هكا بحال هكا. المهم غادي نقيهم، انا ما نخليهمش هكا، غادي نقيهم ونقطعوهم ولا نقصوهم ولا نقردوهم، نديرهم يتسلقوا ان شاء الله في الماء. نغسلوهم اللون، نديرهم يتسلقوا في الماء ونطيبوهم. هذا راه السلك، راه معروف، هذا راه السلك. باقي ما غاديش نزولو دابا، وحنا غادي نديوه. راه دايره لي كيت لي زيات باش كيجيني الصوت قريب، ما كيجينيش التخشخيش. المهم لسه نتلاقى معكم من بعد نوريكم شنو غادي نديرو كاع. والله العظيم دوخني هذا الكاولي هذا. المهم ما عنديش اللي يشد ليا التليفون، جبت لكم. المهم غادي نحبس حتى نزول ونتلاقى معكم من بعد. المهم هادشي اللي زولت مازال غادي نرجع نزول كما شرحت لكم في فيديو قبل. غادي نختاروا غير الوراق بحال هادو كيتقردوا ويتغسلوا ويداروا في الماء يتسلقوا. بالنسبه لهادي راه غنطيبوها في الطاجين ولا نديرو السوبا، ولا الا كانت كبيره غدار في سكسو. ها هو البقوي ديالي. المهم خوتي غادي نحبس معكم هنا الفيديو ونمشي نكمل البقوله ديالي ونتلاقى معكم بعد. هانتوما الجو كي داير، الله يرحمنا يا ربي. هنا الخوت داك البقوله اللي زولت، بعد ما زولتها ها هي قطعتها ليا يما على هذا الشكل هذا. كي كتعرف كلشي الناس كتعرف، النساء المغربيات كلشي كيعرفوا كيفاش كيتقطع البقوله. غير كاين اللي كيقول تقطع، كاين اللي كيقول تقراد، حنا كنقولوا تقصاص. كل واحد كيف كيذكرها. المهم هي اللي كتقوم لي بهذه المهمه. صراحه انا كنقطعها، ولكن الا ما كانتش يما، الا كانت يما صافي هي اللي كتقوم بهذه المهمه، الا ما كايناش انا اللي كنديرها. المهم كي كتعرفوا دابا غادي نغسلها مزيان 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 من الحشرات والتراب والوسخ. غادي نغسلها 2 غسلات 3 حتى 4 الغسلات، وغنعملها في كوكوط. هاد الكميه غادي نقسمها على 3 ونعملها تسلق في الماء في كوكوط،
ومن بعد غنصفيها نعملها تقطر في الشبكه، وغادي نوريكم الطريقه بعد ما كطيب وكتقطر من الماء وكتزمى ديك الساعه والمراحل الاخرى. هي البقوله بعد ما طابت عملتها تقطر في الشبكه كما شفتوا، راه غسلتها درتها تغلي في الماء، بعد طابت درتها قطرت من الماء مزيان، جميتها من الماء على هاد الشكل هذا، يعني شفتها كاع زولت من هذاك الماء. هذه مسلوقه. وقشرت بطاطا مع الثومه، ها هي بطاطا مع الثومه قطعتها صغير صغير مربع، وشحطها مع زيت الكحله والملحه والثومه. ودابا غنلوع عليه هذاك البقوله ونشحرها ونخليها حتى تشرب هذا الماء مزيان، ونتلاقى معكم بعد. هانتوما بعد ما شحرت البطاطا مع الثومه طابت، ولحت عليها البقوله مغليه في الماء وزميتها من الماء وتشحرت شربت الماء مزيان، وعمرت الطبسيل كدير لها شويه زيت الكحله وتاكلها على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، راه كتجي الصراحه غزاله غزاله بزاف. ما كتمشيش غير مع بطاطا، تقدر طيب البقوله بحال كما شفتوا قبايل، ديروه مع البصار، ديروه مع اللوبيا، كتمشي مع كلشي الصراحه، ماشي غير مع بطاطا. المهم بطاطا في حاله الا كنتي زربانه ما طيبتيش قطنيه. هذا هو الشكل ديال النهائي. نتمنى الله ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بسلامه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في